أهلا بكم من جديد، ونتحول مباشرة إلى اليمن وحكايات ميسي اليمن ابن ثمينة في تقرير معين السواري. لقبه الإعلام الرياضي محليا بمارادونا اليمن، لكنه يفضل نجم الجيل الحالي الأرجنتيني ويحرص على ارتداء فانيلة تحمل اسمه. أنا بدي أتعلم هذا وأكون أفضل لاعب إن شاء الله. من اللاعبين اللي يتابع اللاعبين؟ ميسي. اسمه مالك محمد الشعيبي وعمره 8 سنوات. مع تعلم أبجديات المشي كان اكتشافه الأول هو سحر المستديرة، فبدأ يغازلها، ومع الوقت أصبح يقلد الكبار شكلا وأداء. وعن البداية يتحدث والده بأصل الحكاية. عندما كان عمره 3 سنوات كان اللعبة المفضلة لديه هي الكرة منه صغير. عمومته وجده شافوا في هذا الميزة يحبوا الكرة، فقام يتفق أخذ الكرة أول يظهر مالك عادة بين شوطي مباراة في الدوري أو لقاء للمنتخب اليمني ليطرب الجماهير بلمسات فنية يتبع على التصديق الذي لا يحصل عليه لاعب المباراة أنفسهم. الفردية والمهارات الفنية أيضا رأينا في بعد مباريات كثيرة يستطيع التحكم بالكرة ويتعامل معها بشكل محترف جدا وبشكل لطيف جدا. لا تكاد تصدق أنه هذا طفل ممكن يقدم المهارات هذا إلا عندما تراه بعينيك. طموح كبير يحدث صغيرا في الوصول لمستقبل رياضي باهر ونجومية تليق بمن جعل الكرة فردا جديدا في أسرته ورفيقا لحياته، ويبدو أنه إذا ما صحت الأخبار قد وضع قدمه على الطريق الصحيح نحو ذلك. شافوا الإعلاميين شافوا المسؤولين فهم ما قصروش. الآن هم يعملوا صار في حلم على أساس إنه يروح يدرس في سبايا في قطر. الآن المراسلات مستمرة بين رئيس اتحاد كرة القدم اليمن ورئيس اتحاد كرة القدم قطر. أتصور أنه لو تم الاهتمام به بشكل جيد ودخل الفئات العمرية من وقت هو الآن، فأتصور أنه يبقى لاعب متميز. مالك طفل يمني يمتلك موهبة كروية فذة ويجيد التعامل مع كرة القدم بلمسات فنية تدل على أن لصاحبها مستقبلا واعدا إذا ما وجد الرعاية والاهتمام المناسبين. معين السواري، العربية، صنعاء. إلى السعودية حيث انطلقت